كنت في السيارة وبه واحد يعني بيحاول يتعنطط كذا تجاي شوية، سبقته قليل فزعل ونزل يشتي وضربه، وقف ونزل وخرط الصميل وجاء يشتي ضرب، وانا ما انا لحالي وما بش معي ولا حاجه بالسياره، ما بش معي غير ثنتين، اما الاعتذار هذيك الساعه عادي حاميه، ولا اخوك في الله يحبك في الله ينطع لله، ما بش معي حل اصلا. ففعلت نفسي على اني اعرفه من زمان، يعني بقيت ما معرفه ذيك الساعه، لأن جيت وقد نزل الأخ بالصميل. أول ما جيت لعنده طبعا كان منتظر أن نعم يكون رد فعل وأنا عاد أتكلم وهو يتكلم علي، لا جيت على طول احتضنته كله وسلمت عليه من كل قلبي يعني. وكيف حالك كيف أمورك؟ الأخ كابرني، هو حتى استحي شوية وخجل وخبي الصميل قفاه، وذي كلمني بأدب حياك الله وأهلا وسهلا حياك الله، أنا أعرفك من فترة والله، قد شفتك قبل مرة، أكيد أنا أعرفك من قبل، ودقيتها مع ذيك الساعة معرفة سريعة. فالأخ خجل كذا واستحي قليل، فقلت أنا آسف وأنا أعتذر والله. فقال وأنا والله أنا آسف وأنا أعتذر لك. قلت له طيب ليش نزلت الصميل؟ حرج جدا وقال تشتى الصدق؟ قلنا قال والله إني نزلت من احتياطا. قلت وأنا أعتذر مرة ثانية قبل ما يطرح الصميل. فأحيانا لغة الاعتذار هذه سهلة وحلوة، نستطيع أن نمارسها جميعا في بيوتنا، في مكاتبنا، في وظائفنا، في شؤون حياتنا. ولن تستطيع أن تعيش الحياة الحالة مكدرا إنه ما بالله أنت فقط.